السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في مطبخي أنا وأخواتي. النهاردة هنعمل مع بعض الكشري بتاع برا بطريقة سهلة وجميلة ومع بصل كريسبي. وطبعا من غير رغي كتير أنا هدير. ما تنسوش تدوسوا لايك واشتراك للقناة، ولو عجبكم الفيديو اكتبوا تعليقاتكم لفيديو جديد وأكلة جديدة وأنا هعملها لكم. تعالوا نبدأ مع بعض الفيديو بالمقادير. معانا بصل متقطع شرايح، معانا ليمون، معانا قرن فلفل، ومعانا مكعب مرق، ومعانا عدس بجبة، ومعانا 4 كيلو حمص، ومعانا نص كيلو من المكرونة المشكل صغير على كبير اهو، ومعانا قوطة، ومعانا طبعا التوم بتاعنا. تعالوا اول حاجة هنعملها مع بعض هي سلق الحمص. هقول لكم هنعمل فيه ايه دلوقتي. اول حاجة هنحط البصل بس يتقلي مع بعض اهو زي ما انتم شايفين كده. احطه في الطاسه بتاعتي، طاسه سخنه. تمام، هرجع لكم بعد ما احطه. انا نزلت اهو بالبصل بتاعي بيتحمر، واقول لكم هيطلع ازاي كريسبي. بسيبه خالص لحد ما يبتدي يدبل خالص، وبعدين يخش من هنا من الجناب هنا بالصفران، بعدين ابتدي اقلبه على الوش التاني، وهشوفه مع بعض واحنا بنقلبه، وهيطلع ازاي كريسبي وجميل من غير دقيق ولا ملح. تاني حاجه انا حاطه هنا ميه بتغلي للحمص بتاعي. مقادير الحمص تعالوا نشوف مع بعض. بصلايه مقطعه بقيه البصل بتاعي اهو، ومعايا قطايه، ومعايا ليمون، ومعايا قرن فلفل وكمون وشطه طبعا، وكل الحمص بتاعي انا نقعاه في ميه بتغلي. هحط الحمص بالميه بتاعته. تمام، وهحط القوطه معاه، وهحط البصل كله زي ما انتم شايفين كده، وهحط معاه معلقه توم، معلقه توم حلوه كده، وهقلب ده كله. تمام، ومش هحط اي بهار خالص الا لما يخش في السوا بتاعي، واحط له الملح بتاعه دلوقتي حالا عشان يبدا ياخد من تست الملح بس. لكن البهارات هحطها وهو داخل عشان ما يسودش الميه حواليه ولا يعمل ريمه. وارجع لكم بقى احنا بنعمل مكرونه. البصل بتاعي احمر وقلبته اهو، وهفضل اقلب فيه لحد ما كله ياخد كده نفس اللون البني ده. انا بحبه بني مش بني محروق. تمام، ومجهزه الطبق بتاعي عشان اطلع. وهنا الحمص بتاعي غلي فوطيت عليه، وانا سقطت المكرونه بشويه ميه وزيت بملح. هرجع لكم بقى وانا بطلع البصل ونعمل مع بعض العدس. هنا حطينا زيت البصل مع الثوم عشان يبقى طعمه. هنحط الثوم ونحط البهارات تشويحه، اللي هي عباره عن كمون معلقه كبيره، فلفل اسمر، توم باودر، بصل باودر، وشويه بهارات كشري بس. ماشي، هاخد بس تشويحه بسيطه بس صغنونه كده خالص. ايوه كده يا دوبك بس يطلع ريحتهم. تمام، خلاص كده. ابدا بقى انزل على طول بالعدس بتاعي وشويه، وغطيه بقى بميته. حطيت الميه بتاعته واقلبه وغطيه واسيبه يشرب خالص زي الرز، ونبدا مع بعض نعمل الصلصه بتاعتنا والرز. البصل بتاعي طلع بقى كريسبي اهو، بصوا الجرشه. انا بحب اللون ده، وفي ناس بتحب اللون الاصفر، بس أنا ده بس كمان جميل جميل، ولا شرب زيت ولا اي حاجه، عادي. بس كمان هدوق واحده. جميل. تعالوا بقى من بعض نعمل الصلصه بتاعتنا. شوف التكات والحركات.
ودي الصلصة بتاعتنا، حطينا زيت البصل زي ما انا قلت لكم، وحطينا الثوم بتاعنا نشوح شوية كده. بس الزيت يسخن. اهو هننزل بقى بالبهارات اللي هي كمون وشوية بصل بودر وتوم بودر وشوية فلفل أسمر وبس. اقول لكم هنعمل شطة الزيت ازاي، تابعوني لآخر الفيديو. تمام، البهارات كده سخنت. السر بقى نحط عليها نقطة خل، ننزل بالصلصة بتاعتي كلها، نحط لها الملح بقى حسب الرغبة. واشوفكم بقى احنا بنعمل الدقة. هنا هننزل بقى ببهارات الحمص اللي هي توم باودر وبصل باودر، معلقة كمون كبيرة، ولو عندك بابريكا حطي، لو ما عندكيش تحطي وده هتقوم بالواجب. احمر لك الصلصة بتاعك اهو، شايفين كده الصلصة بتاعتي شغالة. هنا العدس الجبنة بتاعي شغال اهو. وهي زيهم البهارات دي زيهم للدقة، اللي هي كمون وشوية توم باودر وبصل باودر وبهارات مشكلة وليمون. الليمون طبعا هحط ليمون، بس مش هحط ليمون دلوقتي اما يدفع عليه عشان ما يمررش. اشوفكم بقى واحنا بنغرف. الدقة بتاعتنا نفس بهارات توم وكمون وتوم باودر وبصل باودر وفلفل اسمر وليمون. تاخد غلوة على النار وتبقى جاهزة زيها للحمص، بس زودي عليها بهارات مشكلة وبابريكا. انا زودت العدس هنا مية تاني عشان لسه ني. ماشي، وادي الحمص بتاعي خلاص داخل في السوا. الصلصة بتاعتي بتتسبك، وعملت رز ابيض عادي ثواني اهو بالشرب وهوطي عليه. وعملت البصل بتاعي كريسبي، وعملت المكرونة طلعتها وحطيت عليها شوية زيت. واشوفكم فيديو واجيلكوا بقى واحنا بنغرف.